عسلامة ومرحبا بكم. أنا رحاب جلاسي أخصائية تغذية، واليوم باش نحكيو على الدقلة وباش نشوفوا شنو ما نفعها وقديش ناكلوا منها. الإجابة تعرفوها في آخر الحلقة. يا سيدي مرحبا بكم وشهر رمضانكم كريم. كالعادة قناة نسمة وسنابل كرتاج يبدعوا وحضروا لنا برشا حاجات مزيانين. معنا الشيف خالد اللي عامل بعمايله في الانستغرام وفي السوشيال ميديا. اي اما هاني ما تنجمش تعمل فيها بعمايلك راه الوصفات الزمنيه التونسيه. اي يا سيدي اليوم شنو باش تطيب لنا؟ اليوم باش نطيب لك مقرونه بالعلوش على الطريقه التونسيه. اسمع سيدي، حاجه ولا اروع من وراء الخيال. ايوه باش نستحقوا اللحم علوش، طماطم، هريسه عربي، ثوم، وبطبيعه الحال مقرونه سنابل كرتاج ورقات رند بيع باش نفوحوا بهم. باش نفوحوا بهم بطبيعه الحال. علاش اخترت مقرونه سنابل كرتاج 100% من سميد القمح الصلب، بنينه ما تعجنش وتطيب في 8 دقائق. ما شاء الله. هيا معايا سيدي الشيخ، سيدي. نبداو مع بعضنا نتوكلوا على ربي. اول حاجه حطينا زيت يسخن، حطينا تريفات العلوش وندوروهم في زيتهم. يدوروا في زيتهم، لازمهم الزيت لازم يكونوا سخون. ولا نحطوا معاهم الطماطم مغيرفه ونص طماطم معجونه تتقلى معاهم، ونحطوا ثلاثه فصوص ثوم. ما نستعملوش الكميه الكل، نخليه شويه باش نحطوها في الاخر. صحيح. المقرونه تحب الثوم، المقرونه التونيزيان تحب الثوم. خلطوا المكونات بالباهي. ايوه. خليوا الطماطم. وصابة الثوم عندك بيها باش الناس تعول. فما ناس تعول. صحيح. نعولوا الثوم، نعولوا الزيت. وعنده طريقته في التعويل الثوم. مالا. فما شكون يرحيه ويحطه في الكونجيلاتور، فما شكون يخليه في يقشروا. اي لكن احسن طريقه باش تحفظ على الثوم تشريه فريشك اخضر، تحطه في ماء البحر، تغطسه في ماء البحر ومن بعد تعلقه وتخليه يشيح. اما ما يتحطش في الشمس راهو، تحط يطيب في الظل. تحط في الشمس تفرغ الكعبه نتاع الثوم، فص الثوم تلقاه فارغ من بعد. صحيح. نزيدوا بعد ما قلينا الطماطم نزيدوا مغيرفتين فلفل احمر ولا فلفل زينه، تحبها موزوزه؟ لا ماذا بيا الزينه اليوم. باهي الزينه اليوم، الله يبارك. نحطوا مغيرفتين فلفل زينه. ايوه. بدات الريحه نتاع البنينه نتاع الثوم بدات تطلع. عملت فيها بعمايلك السنه. ان شاء الله ان شاء الله ربي يبارك لنا فيه سيدي رمضان. امين يا رب. ان شاء الله صيام مقبول ليا وليك ولجميع المشاهدين ان شاء الله. الريحه بدات تطلع نتاع الطماطم والثوم، والعلوش بدا يسيب في النكهه نتاعو. علوش تونسي؟ علوش تونسي اكيد. نمرقوا الماء السخون. والحم العلوش راهو ما يتفوحش. حطوا الهريسه العربي نتاعنا، خلطوها بالباهي ونخلوا اللحيمات يطيبوا، وما ننساوش الملح حسب الذوق. يا حسره كنا نهرسوا كل شيء بالمهراس. يا حسره. توا دوروا وحطوا برا. اي هذايا ما ننساش ورقات الرند. نسيتهم. اي لا نجموا نخلطوهم. يخلطوا مش مشكل. اللي هو ورق الغار باللغه. ورق الغار. ورق الغار. سيدي خويا الصوص حضرت. نكملوا لها اسنينات الثوم اللي قلت لك ما نحطوهمش الكل. ايوه. ونزيدوها قرينين فلفل ولا قرين فلفل. توا باش نصمت المقرونه، وكما قلنا تقعد 8 دقائق. فما اللي يقول نصمت وفما اللي يقول نسلق. تعرفش الفرق بيناتهم شنو؟ لا. ديما نقولوا نسلقوا الحاجه كيف نحطوها في الماء تولي طريه، اما نصمتوا كي نحطوها في الماء تولي يابسه كيما العظم. فهمتك. وما زوز تحطوا في الماء العظم ولا يابس والمقرونه تولي طريه. ما شاء الله. والمقرونه راهي باللغه العربيه تتسمى الاطريه. تسمى الأطرية. وبالطبيعه المقرونه نحطوها في الماء يلزموا سخون يغلي مده 8 دقائق. صحيح. وما ننساوش نحطوا لها رشه ملح. مقرونه سنابل كرتاج راهي مقرونه مخدومه خدمه متقونه وتشرب الصوص بكل تلقائيه. والله عندك الحق يا خالد، الريحه بنينه وطعم لي مزينه. ايش قولك نزيدك كعيبات غرايف على كيفك بالعسل؟ اسمعني هوني راني نلوح روحي تلويح، تقوليش من يداتك الملاح. من عندي والروسيت من عندي. زاده. ايوه. الروسيت باش تشوفوها على باج نسمة كويزين وسنابل كرتاج. وكيما قال لكم خالد باش تلقاو لي ريسيت الكل موجودين. يا سيدي يعطيك الصحه وربي يبارك لك في صحيحتك. ربي يخليك. اني توا باش نهز هذه الكل. لا بشويه مازال شقال الفطر. هي ما يسالش يا عاد شبيه، ما هو كيما نصبر راني تصبر هي. ونقولوا للساده المشاهدين
شهية طيبة وإلى اللقاء. عسلامة. الدقلة من أكثر أنواع الغلة اللي نظلموا فيها، تسمن، تطلع السكر، أما في الحقيقة عندها برشا فايدة وخاصة في شهر رمضان. الدقلة غنية بالألياف باش نلقاو فيها أكثر من 10% من الحاجيات اللي نستحقوهم يوميا من الألياف، وهذا باش يعاون برشا العباد خاصة اللي تقلقهم الكونستيباسيون في شهر رمضان. ومش هذاك هو، صحيح البوتاسيوم متسمي على البنان، اما في الحلقه متاع اليوم باش تبدلوا رايكم على خاطر الدقله باش نلقاو فيها اكثر من دوبل كونتيتي بوتاسيوم من اللي نلقاوها في البنان، وهو من اهم المعادن اللي باش ينقص علينا الاحساس بالعطش في الصيام، وخاصه باش يعاون العباد اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم بعد ما تونسي على 3 يعاني منه. هي صحيح الدقله حلوه، اما راهو السر الكل في الكميات اللي ناكلوها. من كعبة ل3 كعبات دقلة ماهيش باش تطلع لنا نسبة السكر في الدم، وهذا يرجع للتركيبة متاعها المتوازنة، على خاطر باش نلقاو فيها سكريات أما معاها ألياف اللي باش تعدل من نسبة ارتفاع السكر في الدم. ونزيد أنا ننصحكم كأخصائية تغذية حطوا كعبة فاكهة في وسط الكعبة الدقلة باش هكاكا تزيد تعدل أكثر من نسبة السكر في الدم. هذه كانت نصيحتي لكم اليوم، ونتقابلوا في حلقة أخرى.